نرحب بالضيوف الكرام. سيادة الرئيس إذا تسمح تنطيني الوقت الكافي شوية. المداخلة حقيقة احنا اليوم نتحدث عن أزمة اقتصادية خطيرة، والأزمة بالسنوات السابقة والحكومات السابقة كانت هي العجز في الموازنة، حتى بلغ في هذه الحكومة 35% نسبة العجز، مع العلم قانون إدارة المالية يقول 3% الحد الأعلى. فإحنا وصلنا مرحلة العجز في الرواتب، يعني بعد أن وصلنا إلى درجة الرواتب نجي نناقش موضوع الإيرادات غير النفطية. فالحكومة دا تركز على من؟ الجمارك، الضرائب، المنافذ الحدودية، الغرامات المرورية، الغرامات البلدية. فهذا مؤشر خطير سيادة الرئيس. هذا قهر للمواطنين عندما تكون القاعدة الاستشارية للحكومة اللي عددها يبلغ بالمئات عقليتهم فقط يتجهون على قهر المواطنين بالضرائب والجبايات والغرامات المرورية. هذا يدلل هنالك ضعف في صناعة القرار. فإذا نريد أن نعالج الأزمة فأنا أقترح أنه المرشح القادم لرئاسة الوزراء هل يمتلك برنامج، لأن إحنا وصلنا إلى أزمة رواتب؟ هل عنده قدرة على إيجاد حلول؟ نعم توجد حلول عندنا، ونستطيع أن نحقق جبايات دون قهر المواطنين. أما القاعدة الاستشارية سيادة الرئيس، احنا عندنا حلول أخرى غير قهر المواطنين، هي الهدر الاقتصادي غير المنظور. هنالك أنا اليوم أتمنى مجلس النواب يعني يستضيف رجال الأعمال والصناعيين القطاع الخاص والزراعيين القطاع الخاص والشركات السياحة القطاع الخاص، هو الأولى بالمناقشة من الجبايات القاهرة للمواطنين. وأنصح رئيس الوزراء القادم تسريح كافة المستشارين اللي عينوا بالمحاصصة الحزبية، اللي فقط هم عدد بدون فائدة ولا يوجد صنع قرار. نمتلك حلول